السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه متنوعه حره. فضلا منكم ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. عاجل 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 عاجل، كل شيء يكتب شكرا مدام بقالي. شكرا لجمعيه مفتاح وحلول على اليوم اللي كان المحامي ديال جمعيه مفتاح وحلول بمدينه فاس. كيف ما شاهدنا في الخرجات وشفنا في المواقع والفيديوهات ديال الاخوات بان المحامي ديال مفتاح وحلول جا من الدار البيضاء لمدينه فاس باش دار شكايه بالاسره المشوهه. هاد الاسره المشوهه اللي مازالين خارجين وزايدين فيه. المهم الاستاذه مدام البقالي وعدتنا بان نهار اثنين غادي دير شكايه وفعلا دارتها. شكرا مدام البقالي، شكرا مدام البقالي، شكرا مدام البقالي. وكذلك ما نساوش الاستاذ المحامي، شكرا ليه حتى هو على المجهودات اللي دار اليوم. كيف ما شاهدنا ان المحامي جا في التصريح ديالو بانه دار مع الصحافه الالكترونيه اللي هاد الاسره المشوهه كتستغل هاد الاطفال استغلال بشع، وعن طريق التصوير ديالهم اللي كيف ما شاهد كلشي اللي داخل المغرب او اللي خارج المغرب، وبالاخص الجاليه اللي كاينه في سويسرا. تحيه ليها كبيره اللي حتى هي هضرات مع مدام البقالي وما بغاوش هادشي، حتى هما ليهم شكرا. كيف ما شاهد الجميع بان هاد التصوير اللي دار بكريشه ما عجب حتى شي حد. فعلا بغيتي دوش لولادك دوش ليهم، ولكن بلا ما تصورهم، بلا ما تحطهم في داك الاحراج، بلا ما الوليدات غادي يكبروا من بعد غادي يكونوا خدامين، يكونوا مع عيالاتهم مع وليداتهم ويشوفوا باهم كما كنا شفنا واحد الفيديو وهما كيختنوهم. يعني عيب وعار داكشي تنزلوه في الفيديو، كتكون كما شفنا في الفيديو اللي نزلوا بان زوجة الاب كتصورهم، هي اللي كتصورهم حشومه كما هاد زوجة الاب اللي هي البقه حتى هي فايت ومنزله فيديو على الرضيعه ديالتها حتى هي كتصورها بنفس الطريقه، مازال صغيره وكدوش لها في البانيو. يعني عيب وحشومه يعني تحطوا الوليدات الصغارين في هذه الطريقه هذه. وكذلك ماشي هي بكريشه او لا البقره، راه حتى ام الاولاد حتى هي راه فايت منزله وليداتها بديك الطريقه. كنشوفوا هاد الوالدين هادو او لا زوجات الاب كل واحد كيضرب هي لجهته، كل واحد كيفاش خاصو يدخل هي فلوس الادسنس. يعني ما كتهمهمش المصلحه ديال وليداتهم او لا حتى شي حاجه، كل واحد كيفكر غير في كيفاش يجر لجهته. المهم بكريشه جاب الربحه مع جمعيه مفتاح وحلول وكذلك مدام البقالي. غادي نخليو بكريشه وغادي ندخلوا للموضوع ديال البقه يا البقه والبقه. ومالكي خارجه ساره، ومالكي خارجه كتضربي في مدام البقالي، مالكي خرجاتك من الغار ديالك، مالكي على هاد الحاله نفس الطريقه اللي درتيها مع المحامي ديك النهار خرجتي كتكلمي عليه بديك الطريقه، دابا خارجه كتكلمي بها بنفس الطريقه ديال مدام البقالي. خاصك تعرفي بان مدام البقالي الا كانت حطاتي شكايه عاديه، دابا بهاد الخرجه ديالك غادي تخرجها شكايه مستعجله. شوفي تعلمي غير من لالاك نعيمه البدويه، ما قاريه ما حتى شي حاجه، واخا هكاك خرجات وهضرات مزيان، وانت اللي كتقولي بانك عندك الاجازه في القانون خارجه تضربي في مدام البقالي. درتي خرجه كارثيه، والمشكل عندك سورسي معاهم مع نفس الجمعيه. ناري راك عرفتي راكي مشيتي فيها غوجدي راسك. الا كانت مدام البقالي كيف ما قلت لك نزلات شكايه عاديه، دابا غادي ترجعها شكايه مستعجله بهاد الخرجه اللي خرجتي في هذا الفيديو. راكي كاع زعما راكي كاع ما كتحشمي وغير غدا وزايده فيه. قولوا لي شفتوا البقه؟ ناري خارجه البقه كتشطح الشطحه ديال ديك المذبوح. دابا هي قولي لينا، دابا ديك النهار كنتي كتهضري على الجمعيه، ونهار اللي غادي يستدعيوك غادي تقولي بحال النهار اللي هضرتي على المحامي وقلتي لهم لا كنت كنهضر على الجمعيه. دابا راكي كتهضري على الجمعيه، ونهار اللي غادي يستدعيوك عاوتاني فيه وتحصلي ويسولوك هذا غادي تقولي لهم لا كنت كنهضر على سعاد. انت ديما سعاد كتحشريها في مواضيعك، غادي تقولي لا كنت كنهضر على سعاد. غتقلبي لها كل شيء، فين ما كتكحليها كتلصقيها في سعاد باش تحرضي بناتها عليها وتفلتي نتيا منها. ديما كتحرضي بنات سعاد على امهم، وانتي خاصك تخرجي منها كما كتخرج الشعره من العجين. ديما خاصك تكحليها وتسقيها في سعاد. راه الجمعيه ديال مدام البقالي صافي راها عرفاتك وعارفه الالعاب الخبيثه. شوفي يا البقه، انتي ديك الخطره لبستي البكريشه الكرافطه وجلستيه فوق الكرسي وخدا فيها سنتين ياكي. دابا هو اليوم خرجك ضد الجمعيه وغادي يصيفطك لسويسرا ب4 سنوات، هو غادي يدوبل لك الاقامه لسويسرا. هي كوني هانيه باش تخرجي وتطلبي وتزاوقي وتحني الراس وتطلبي الجمعيه كما دارت لالاك نعيمه البدويه اللي ما قارياش ما عرفاش. يعني هي نهار اللي دارت الفيديو قالت لينا شوفوا انا راني ما قارياش، انا هي بدويه. خرجات وتهضرات وكل شيء.
وانتي خارجه كتسنطحي وكتهددي. ها والبقى بعدا يقولي لي هذيك البنت اللي ما شغلان راسك بسؤال، سيري ديري هي بنيه ديالك ديها للطبيب ودوزي ليها على عينيها. عمرنا سمعنا شي وحده كتقول لك لا راه قالت لي الطبيبه حتى تكمل بنتك 3 سنين عاد اجي نديروا لها الترويض. علاش الوليدات الصغار اللي صغارين كاع من بنتك كنشوفوهم دايرين انضطرات وتيعالجوا لهم والديهم العوينات ديالهم، علاش انتي لا؟ علاش بنتك لا؟ علاش رافضه تعالجي لهذاك الحول اللي كاين في عينيها؟ تتقولي لا حتى تكمل 3 سنين. هذيك البنيه من نهار اللي تزادت وهي معاك في العذاب، اما كنا كنشوفوها كتنعسيها في الارض، اما الرضاعه بالعفن ديالها راها مصوره عند خديجه تيفي هكاك خضر، اما ديك النهار بحال ديك النهار منزله في الفيديو البنيه ديالك فوق مجلسها في البوسيت وفوق التريبورتور وانتي جالسه كضحكي انتي والمريمه ديالك. فين هي الكبده ديالك؟ فين هي الكبده؟ ما خفتيش على ديك البنيه لا توقع عليها شي حاجه وطيح من فوق داك التريبورتور، كان الريح وانتي جالسه كضحكي. ما خفتيش بان داك التريبورتور ما كيمشيش نيشان غادي وكيلعب كيبقى يدخل ما بين الطوموبيلات ويخرج وكيطلع. ما خفتيش من اللي توطى البنيه ديالك توقع عليها شي حاجه؟ ما مسوقهاش ليها نهائيا. والمحامي اليوم قال في التصريح ديالو كان كيهضر بتصريح واضح بانه دار الشكايه على بوكريجه ماشي عليك. اذا انت علاش خارجه ساره وعلاش خارجه كضربي في مدام البقالي وكتقولي بان سعاد دايره يديها في مع مدام البقالي؟ واسمعي يا سعاد واسمعي البقا قالت بانك انتي مريضه بها وبوكريجه، سمعتي؟ واسمعي يا سعاد على ودنك اللي خرجتي كضربي في القنوات اللي كانوا واقفين معاك ومساندينك. سمعتي لبقاش كانت تقول؟ قالت لك انتي مريضه بها وبوكريشه مبغيتيش تعطيهم اتساع. سمعي يا البقا كيسحاب لك بانك انت راكي مهمه وشي حاجه وانتي في هذا المجتمع كتنشري لنا غير العهر وقله الادب. المهم تنقول في هذا الفيديو في الخلاصه ديالو شكرا لمدام البقالي وشكرا للاستاذ المحامي ديال مفتاح وحلول. كنتمنى لهاد البقا تسد لها القناه وتحاسب على هذا الشيء اللي دارت. وفي اخر الفيديو تنقول لكم ما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك وشكرا لكم.